المهاجم القناص ومرعب الحراس مهند عبد الرحيم. مهند عبد الرحيم هو مهاجم موهوب تمكن من خطف العيون والقلوب، وذلك بتميزه، فهو فريد في أدائه، بحيث يتميز بقدرته العالية في الاختراق، كل هذا بفضل قدرته على التسديدات القوية والدقيقة. فهو لاعب متميز وتكتيكي، يجيد وضع الكرة داخل الشباك دون أن يرمش، له جفن، فهو القاتل بلا رحمة وبدم بارد. المهاجم القناص الذي يزن ذهبا حط الرحال بفريق الصقور بعد أن صال وجال مع عدة فرق محلية وفرق عربية. خلال رحلته الاحترافية جاء إلى عش الصقور من أجل كتابة فصل جديد من كتاب رائع عنوانه الطموح والجدية. وفي طريقه للتألق مر بفريق اسمه القوة الجوية صاحب السجل الذهبي للبطولات والإنجازات. لم تتوقف المسيرة، بل كانت بداية لمشوار النجاح الباهر، حيث حقق إلى هذه اللحظة هداف الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه. يتواصل التألق والنجاح الباهر، فقد تمكن من قيادة فريق القوة الجوية إلى الأضواء بعد تصدر الصقور الدوري والتأهل لدور الثمان لبطولة كأس العراق. مهند عبد الرحيم مهاجم متفنن في تعذيب الحراس والمدافعين، سطع اسمه فأصبح نجما يشع في سماء كرة القدم العراقية. يهدي لقبه إلى العراق. فاز مهند عبد الرحيم بلقب أفضل لاعب شاب في آسيا لعام 2012، وأعلن منح مهند هذه الجائزة في الحفل السنوي الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور كوكبة من مشاهير الرياضة في القارة الآسيوية. وبهذا اللقب أصبح مهند عبد الرحيم أول لاعب عراقي شاب يحصل على هذه الجائزة منذ استحداثها عام 1994، وتنافس على الفوز باللقب مهاجم منتخب كوريا الجنوبية مون تشانغ والياباني نارسو غيمونتو. فعند إعلان فوزه قال: أهديه إلى العراق. مهاجم بمواصفات فريدة، سطر مشوارا متميزا في ملاعب كرة القدم، ولا سلام لشباك الخصوم إن كان أبو الجود موجود في الميدان. فهو المهاجم القناص ومرعب الحراس الذي يمزق الشباك من أنصاف الفرص. إنه مهند عبد الرحيم، المهاجم القناص.